كم مرة اتفرجت على فيلم ولقيت نفسك لا إراديا بتعيط أو بتبكي على البطل؟ وكم مرة شفت فيديو وحسيت إنك مش قادر تعمل حاجة وبيخليك تحس بالعجز؟ أهلا وسهلا بيك يا صديقنا العزيز في قناة بودكاست في الفيديو ده هنتكلم عن كل ده بالتفصيل. خليك معايا عشان نعرف القصة من جذورها. انتظرونا بعد الانترو. إحنا كبشر كائنات حكاءة، طول الوقت بنحكي وبنسمع حكايات، من أول الرسومات أجدادنا على حيطان الكهوف لحد المسلسلات اللي بنتفرج عليها بالساعات النهاردة. بس الحكايات دي مش مجرد تسلية وخلاص، لأ، دي جزء أساسي من اللي بيخلينا بشر أصلاً. النهاردة هنغوص مع بعض في العلم اللي ورا الغريزة دي، وهنكتشف إزاي ممكن تكون أعظم مهارة عندنا هي نفسها أكبر خطر بيهددنا. الاقتباس ده للكاتب جوناثان جوتشل بيلخص الفكرة كلها. فكروا فيها كده، حتى واحنا نايمين عقلنا مش بيفصل، بيفضل شغال بيخلق أحلام وسيناريوهات كأن في مخرج أفلام صغير عايش جوه دماغنا. يعني الحكايات مش مجرد حاجة بنختار نعملها، لا، دي جزء من نظام التشغيل بتاعنا كبشر، طبيعية زي التنفس بالظبط. وهنا بقى يبدأ اللغز الحقيقي. لو الحكايات دي معمولة عشان نهرب من الواقع، ليه بنهرب لعوالم تانية مليانة صراعات ومصائب وأزمات؟ ليه مش بنخترع قصص عن ناس عايشة أيام سعيدة وهادية وخلاص؟ الإجابة على السؤال ده بتكشف سر غريب ومدهش عن طريقة تفكيرنا وعن سبب وجودنا كجنس بشري من الأساس. الكاتب ده بيحكي موقف غريب جدا عن بنته الصغيرة. بيقول إن لعبتها المفضلة كانت إنها تتخيل إن أهلها ماتوا وإن النمور أكلتهم. غريب صح؟ طفلة بريئة بتهرب من الواقع بتاعها لعالم خيالي أسوأ بكتير من الواقع نفسه. اللعبة دي مش مجرد شطحة عابرة، دي نسخة مصغرة من كل فيلم أو رواية بنحبها. إحنا كائنات بتنجذب للمشاكل. تمام؟ يبقى السؤال واضح. احنا ليه بنحب المشاكل؟ عشان نجاوب لازم الأول نفهم يعني ايه حكاية أصلاً. في الجزء ده هنفكك أي قصة ممكن نتخيلها لمكوناتها الأساسية، وهنكتشف إن المشاكل مش مجرد جزء من القصة، دي هي القصة نفسها. بصوا، المعادلة البسيطة دي هي الدي ان ايه بتاع أي قصة. لازم يكون في شخصية بتقع في ورطة وبتحاول تطلع منها. فكروا في أي حاجة. هاري بوتر شخصية لازم يواجه فولدمورت المأزق. نيمو شخصية تاه في المحيط المأزق. حتى في أغنية رومانسية البطل شخصية بيعاني من فراق حبيب المأزق. من غير ورطة أو مشكلة مفيش قصة. وهنا بنوصل للغز الأكبر اللي بنسميه لغز التطور للخيال. تخيلوا آلاف السنين وإحنا بنضيع وقت ثمين كان ممكن نصطاد فيه أو نزرع وبنقضيه في حكي وتخيل حاجات مش حقيقية. من منظور البقاء والنجاة ده تصرف يبان غبي جدا، إلا لو كان للخيال ده فايدة خفية وأهم بكتير من مجرد الصيد والأكل. طيب إيه هي الفايدة الخفية دي؟ الإجابة بتيجي في تشبيه عبقري بيغير نظرتنا للقصص تماما. الحكايات مش هروب من الواقع، الحكايات هي جهاز محاكاة الطيران الخاص بالحياة. النقطة الحاسمة هنا هي إن الحكايات أداة للبقاء. الطيار بيتدرب على جهاز محاكاة عشان يتعلم إزاي يتصرف لو محرك الطيارة ولع من غير ما يولع في طيارة حقيقية. إحنا بنعمل نفس الشيء بالظبط. لما بنقرأ عن بطل بيواجه خيانة أو ظلم، عقلنا بيعمل بروفا للموقف ده وبيتعلم استراتيجيات للتعامل مع المشاعر والأزمات الاجتماعية المعقدة. كل ده وإحنا قاعدين بأمان على الكنبة بتاعتنا. الفوائد دي ممكن نلخصها في 3 وظائف أساسية. أولاً، الحكايات بتنظم الفوضى، بتدينا إطار نفهم بيه العالم اللي مليان أحداث عشوائية. ثانياً، هي جهاز المحاكاة اللي بيخلينا نتدرب على حل المشاكل دي. وثالثاً، ودي يمكن الأهم، إنها بتشتغل زي صمغ اجتماعي بيربطنا كلنا ببعض. فكرة الصمغ الاجتماعي دي عبقرية. يعني إيه اللي بيخلي ملايين الناس يحسوا إنهم شعب واحد؟ الحكايات المشتركة اللي بينهم، من أول أساطير الآلهة في مصر القديمة لحد قصص الأبطال القوميين اللي الدول الحديثة بنت عليها هويتها. وحتى على مستوى أصغر، إيه اللي بيخلي مجموعة صحاب يحسوا إنهم شلة واحدة؟ النكت والذكريات والقصص اللي بيحكوها لبعض. دلوقتي بعد ما فهمنا ليه بنحكي حكايات، خلينا نشوف إزاي الحكايات دي بتأثر فينا. القسم ده هينقلنا لعالم علم الأعصاب وعلم النفس عشان نفهم إيه اللي بيحصل جوه مخنا لما بنسمع قصة. المقارنة دي بتوضح كل حاجة. لما حد بيحاول يقنعنا بحقائق وأرقام، مخنا تلقائياً بيكون في وضع دفاعي، بيدور على أي ثغرة في كلامه. لكن لما بنسمع قصة، كل دفاعاتنا العقلية دي بتنزل وبنبدأ نتفاعل بشكل عاطفي مش منطقي. علماء النفس بيسموا الحالة السحرية دي حالة الانغماس، ودي اللحظة اللي فيها العالم الحقيقي بيختفي وبنتسحب بالكامل جوه عالم القصة. في اللحظة دي دفاعاتنا العقلية بتنهار وبوابات عقلنا اللاواعي بتتفتح على مصراعيها. بنكون في أكتر حالاتنا قابلية للتأثر والإقناع. اللي بيحصل جوه مخنا ده بقى قصة تانية خالص. في حاجة اسمها الخلايا العصبية المرئتية،
ودي بتخلينا نحس بألم وفرحة البطل كأنها بتاعتنا. بنبدأ نفكر ونحس زيه بالظبط، والأغرب إن عقلنا الناقد بيتفصل تماماً لدرجة إننا بنبقى مستعدين نصدق أي حاجة تقريباً طالما هي جزء من القصة اللي إحنا عايشين جواها. ودي النتيجة الصدمة فعلا. ممكن تتجادل مع حد ساعات بالأرقام والأدلة وما تغيرش رأيه، لكن قصة مؤثرة ممكن تغير قناعاته في دقائق. قوة الحكاية مش في منطقها، لكن في قدرتها إنها تخترق جدار المنطق وتوصل لقلبنا وعقلنا اللاواعي مباشرة. والقوة الجبارة دي ليها جانب مظلم جدا. لحد هنا الكلام جميل، لكن زي ما قلنا القوة الجبارة دي ليها وش تاني خالص. هنا الشرح هياخد منعطف حاد ومظلم عشان يكشف إن أعظم أداة عندنا ممكن تكون هي أخطر أداة في نفس الوقت. بالظبط كده. القوة دي سلاح ذو حدين. نفس الآلية العصبية اللي بتخلينا نبكي على بطل فيلم هي نفسها اللي ممكن تستخدمها الدعاية الحربية عشان تصور العدو كوحوش مش بشر، وبالتالي تبرر العنف ضدهم. الحكاية اللي بتوحدنا ممكن تكون هي نفسها اللي بتفرقنا عن الآخرين وتزرع الكروية. الاقتباس ده من كتاب جوتشال الأحدث بيقلب الفكرة كلها رأساً على عقب. بعد ما كنا بنشوف الحكاية كأداة للتنوير، هو بيحذرنا إنها ممكن تكون أداة للتدمير، ولازم نبدأ نتعامل معاها على الأساس ده. وهنا بنشوف أمثلة واقعية ومخيفة جداً. فكروا في أي نظرية مؤامرة ناجحة زي نظريات الأرض المسطحة أو إن في جهات خفية بتتحكم في العالم. هي بتنجح مش عشان أدلتها قوية، لأ، هي بتنجح عشانها قصة مثيرة فيها أبطال اللي كشفوا الحقيقة وأشرار المتآمرين. القصص دي بتلعب على خوفنا ورغبتنا في فهم العالم، وبتخلينا نتجاهل الحقائق بسهولة. طيب إيه الخلاصة؟ في النهاية خلينا نجمع طرفي الخيط ببعض. هنربط بين الفوائد التطورية للحكاية ومخاطرها الحديثة عشان نفهم وضعنا دلوقتي عامل إزاي. الجملة دي هي الزتونة بتاعة الموضوع كله. إحنا ما اخترعناش الحكايات هي اللي اخترعتنا. عقولنا تطورت عشان تكون أرض خصبة للقصص، والنتيجة إن القصص دي هي اللي بتزرع فينا كل حاجة، قيمنا، معتقداتنا، وحتى هويتنا. إحنا حرفياً مصنوعين من القصص اللي بنسمعها. وهنا بتظهر الأزمة الحقيقية. نظام التشغيل بتاع مخنا اللي اتصمم عشان يشتغل في قبيلة صغيرة بنثق في حكاياتها عشان ننجو، بقى فجأة متوصل على الإنترنت وبيتعرض لفيضان من ملايين الحكايات كل ثانية، كتير منها كذب ومصمم عشان يتلاعب بينا. والنتيجة هي العالم اللي شايفينه مليان بالانقسام والاستقطاب وعدم الثقة. الشرح اللي بينتهي بسؤال مفتوح مش بإجابة، دعوة للتفكير في القصص اللي كل واحد فينا بيستهلكها وبيشاركها وبيصدقها كل يوم. لأن في النهاية فهم القوة الجبارة للحكاية هو أول خطوة. الخطوة التانية والأهم هي أننا نختار بوعي القصص اللي بنسمح لها تشكل عالمنا وتشكلنا إحنا شخصياً.